قتل 100 بني ادم ورغم كده دخل الجنه. تعمل فولو ولايك وكومنت، انا مش هفضل انزل 60 فيديو ولسه ما جبتش 1000 فولور لحد دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكي للصحابه عن واحد عاش تقريبا في زمن بني اسرائيل. الراجل ده قتل 99 نفس بدم بارد، لكن بعد فتره بدا يحس بتانيب ضمير. بعد 99 واحد فقرر ان هو يروح لعابد ويساله: انا قتلت 99 واحد، هل يجوز لي التوبه؟ فكان رد العابد: بعد 99 واحد وجاي تكلمني في توبه؟ لا طبعا ما ينفعش. الراجل كان خلقه ضيق شويه، فقام مطلع السيف ومقفلهم 100. كمل حياته عادي، بس لسه صوت ضميره شغال. فالناس دلوه على حد يعتبر من اعلم اهل الارض في الفتره دي، راح قابله وقال له ان هو قتل 100 نفس وهل يجوز لي توبه ولا لا؟ رد عليه العالم دوت وقال له: ويحك، من يحول بينك وبين ربك؟ قال له: سيب البلد السيئه اللي انت بترتكب فيها الفواحش دي، انتقل لبلد كذا وكذا فيها ناس صالحين. فالراجل ما كدبش خبر، وهو في الطريق رايح للبلد عشان يتوب توفاه الله. هنا بقى الدنيا اتقلبت. ملائكة العذاب بتقول لك احنا اللي لازم ناخد روحه عشان هو مات وهو كافر. ملائكة الرحمة بتقول لك لا، احنا اللي المفروض ناخد روحه عشان هو مات وهو رايح يتوب. ربنا سبحانه وتعالى ينزل ملك يفصل ما بين الاثنين. هنقيس المسافة، لو هو اقرب للبلد اللي كان طالع منها فكده ملائكة العذاب هتاخده، ولو هو اقرب للبلد اللي كان رايح يتوب فيها فكده ملائكة الرحمة تاخده. علشان ربنا سبحانه وتعالى كان عارف صدق نيته وعارف ان هو كان عايز يتوب، امر الارض مخصوص ان هي تنقبض. فبقدرة الله سبحانه وتعالى طلعت المسافة أقرب للبلد اللي هو رايح يتوب فيها بشبر واحد بس. الخلاصة يا صديقي، ما تبصش على كم الذنوب اللي انت بتعملها، بص على مين اللي هيغفر لك. أتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وفولو وشير. احنا عاملين 60 فيديو ولسه حتى ما وصلناش 1000 متابع.